السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنا هعمل معاكم ان شاء الله العيش المصري. بس دول حوالي 2 كيلو من الدقيق يعني. بس هو الدقيق بتاع التومين يعني بعمل بيه. دول حوالي 2 كيلو. وهنا حطيت نص كوباية مية فيها معلقة سكر ومعلقة صغيرة خميرة فورية وركنتهم كده على جنب يعني. قلت اعجن شوية في الدقيق دوت وبعد كده افضيهم يعني. دي الخميرة يعني. معلقة سكر ومعلقة خميرة فورية ينفعلوا كده مع بعض في الكوباية. بعد كده ابقى احطهم يعني. نعجن دول شوية بعد كده افضيهم يعني. افضي الخميرة. هحط الاول في حدود كوبايتين مية يعني. وفي نوع دقيق بياخد مية يعني كتير وفي نوع ما بياخدش يعني حاجة. بس تعجنهم جامد لغاية ما يبقى فيه زي عرق كده في العجين. هنا فضيت الخميرة. كل ما تعجني اكتر في العجين يعني يبقى النتيجة احلى يعني. بس كده خلصتها. بس هحط فوقيها يعني كده اهو. هعملها بالزيت عشان ما الوش بتاع العجين ما ينشفش يعني. هسويها كده بالزيت يعني لغاية ما تخمر. ونغطيها بحاجة وبس كده. بس الجو يعني ما بين يعني هوا وبين صيف يعني. فالجو حلو مش برد يعني. انما لو برد وكده بحط ملي معلقة كبيرة خميرة فورية. هنا قلت عبال ما العجين تخمر يعني اغسل المواعين. هنا جبت الصينية بتاعت العشاء دي بتاعت الاكل يعني. اهي بوريكم العجينة لما اختمرت يعني. جبت اللهم صل على النبي. جبت الصينية دي وحطيت عليها الردة. يعني في البلاد التانية اسمها يا رب، اسمها النخالة يعني بتاعت الدقيق. وجبت الطبق دوت فيه شوية دقيق عشان اعمل الرغيف يعني. اقبله من تحت كده دقيق وبعد كده اقلبه الناحية التانية بس يبقى وشه متساوي زي ما انتم شايفين كده. على فكرة ما بعرفش اقطع يعني. من انا وفي بيت ابويا يعني وكده ما بعرفش الصراحة اقطع. كنت اعجن يعني. ده لما كنت اعجن يعني واتكبر عليهم يعني. كنت لما اعجن العجين معرفش اقطع. انا اعجن ومامتي يعني هي اللي تقطع يعني امي. مم. اسمها ماما. بس كويس ان هم تسوي يعني. سويتهم انا. امسح شوي، امسح شوي. بس هعمل الكمية كلها وبعد كده هعمل وش العجين كده من فوق بالزيت عشان ما ينشفش يعني. العيش دوت هعمله من فوق على عين البوتاجاز
احط كده الصينية اقلبها يعني، بعد كده احط شوية ردة كده زي ما انتم شايفين، وافرد. استنوا بس هتضحكوا علينا دلوقتي. هفرد باللي اسمه ايه ده، في مفارش زي الستيكر كده، فبيكون في اخر المفرش فيه زي كرتونة كده ناشفة، فهي اللي انا فردت بيها. صراحة انا عندي نشابة بس كبيرة يعني، فانا قلت عايزة حاجة صغيرة، فتلاقيت الكرتونة دي هي اتعملت كده من العجين، هي كان لونها افتح من كده يعني. بس افرد بيها زي كده. طب خلاص قوم يا لوز. بس وهلا عن البوتاجاز واحط الصينية هي مقلوبة كده بالرغيف. بعد ما يعمل استنى هوريها لكم برضو اهي. بعد ما يتشمع الوش من فوق كده، اروح احطه في الفرن عند الشواية بس يتحمر كده. خلصنا العيش. قلت ندخل على الأوضة دي نرتبوها يعني ان شاء الله. بطبق الدفايات عشان بتكون بالليل الجو بيبرد، فبغطي العيال وكده، بيبقى جو برد يعني. طب خلاص يعني. كنت هغير الملايات بس قلت خليهم يومين تاني كده، نضاف الصراحة، هما مش وسخين. خلصنا السرير دوت، هندخل على التاني. بس احسن والله لما تعمل العيش المصري في البيت يعني. يعني الرغيف من اللي انا عاملاه، احنا عندنا السبعة ب5، السبع يعني ترغيفة صغيرين كده اهو ب5 جنيه، فالسبعة بالرغيف اللي انا عاملاه ده. عاملين عيش هبابات كده صغنون خالص، فاللي يعمل في البيت والله اوفر له يعني وغير كمان لما عايزين حد يروح يجيب وحد مش عارف ايه. انا عندي فرن بس استسهلت الصراحة البوتاجاز يعني، قلت انا واقفة كده سريعا وخلاص.
ادعوا لي يا جماعة ان القناة بتاعتي تكبر. انا حاساها مش يعني مش هعمل الشروط اللي هم كاتبين على اليوتيوب، لان المشاهدات قليلة، لان في الشروط عاملين 4000 مشاهدة اللهم صل على النبي و1000 مشترك. طب انا ما كملتش اصلا ايه ربع ال4000، يعني ربعهم ما كملتوش. فدعونا ان شاء الله يكتملوا يعني على خير. حاسه بعد 3-4 سنين يعني لولا ما اكملهم من يعني المشتركين ماشي، يعني ماشي حالها، انما المشاهدات ضعيفة خالص يعني قليلين. حاسه ان انا مش هكمل الشروط يعني عشان القناة بتاعتي تتفاعل يعني. يلا دعواتكم ان شاء الله خير باذن الله. صحيح ما وريتلكوش العيش، بس هوريهولكم من اخر الفيديو. بس انا عملته يعني السمك بتاعه عالي شوية علشان يعني اللي حابب ان هو ياكل يعني اي اكل بيه يعني. الستارة صحيح الحبل اللي انا كنت عاملاه بالستارة اللي هو مسمار من الناحية دي ومن الناحية دي ما نفعش وجع، فروحت حطيتها في الماسورة زي ما كانت يعني، فما فردهاش عشان التكييف بيعملها زي اكن عالية كده، عشان بتتعمل فوق التكييف فما نفعش. بس كده اتوضبت الأوضة الحمد لله. رتبناها. هذا هو العيش ما شاء الله يعني عمل في حدود 15 يعني ال2 كيلو. بس انا كبرته شوية وتخنته كمان يعني خليت السمك بتاعه عالي شوية. يلا وكده خلصنا الفيديو واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.